صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. هو بالنسبه لي مساء الخير جدا يعني. الساعه دلوقتي 1 بالليل وانا بحاول بقالي ايام ان انا احاول الحق اي وقت اصور فيه الفيديو، بس حقيقي ما عنديش وقت نهائي. فانا هموت وانام دلوقتي، بس قررت ان انا مش هنام غير لما اتكلم معاكم واصور الفيديو ده. فيديو النهارده مهم جدا لاي حد رايح العمره ان شاء الله، ربنا يكتبها لكم جميعا. هتكلم معاكم بطريقه مختصره يعني عن الحاجات اللي المفروض تاخدوها معاكم وانتوا رايحين، وهقول لكم يعني هعرفكم على اماكن تروحوها، وبرضه هعرفكم العمره بتمشي ازاي وبتقولوا ايه. هحاول اساعدكم على قد ما اقدر ان شاء الله. خلينا نمشي ستيب باي ستيب، يعني هعرفكم في الاول ايه الحاجات المهمه اللي المفروض ناخدها واحنا رايحين. اول حاجه احنا بنبقى محتاجين كل منتجات السكين كير، سواء ديودرانت، موسترايزر، اي حاجه لازم تكون من غير ريحه، لان اصلا مش هنستخدم حاجه من الحاجات دي في العمره. حتى لو احنا رايحين نصلي او اي حاجه فما ينفعش ان يبقى فيه ريحه طالعه، ده حرام. اي حاجه بتكون بدون ريحه، وفي منتجات كتير من غير ريحه، يعني ابقى احاول اساعدكم بحاجه زي دي لو حد محتاج، يعني ممكن تقولوا لي في الكومنتات. تاني حاجه محتاجين شرابات معانا. الشرابات تكون تقيله، يعني احنا بنعمل عمره وسواء ماشيين في المسجد بره او جوه بنبقى قالعين الشوز احتراما للمكان، يعني كان في ناس بتمشي بالشوز عادي، بس انا الصراحه كنت بقلعه. محتاجين الشرابات تكون تقيله شويه، لان الارض كويسه بس يعني فيها حتت مموجه كده شويه، وكمان المشي هيكون كتير، فعشان يكون مريح رجلك. محتاجين معانا شنطة باك عشان نحط فيها الشوز، لو معانا فلوس، الموبايل، اي حاجة. ويفضل ان الشنطة الباك او الشنطة عموما اللي هتحط فيها الحاجة تخليكوا لابسينها لقدام، يعني ما تبقاش لورا. تالت حاجة محتاجين العبايات ما تكونش طويلة، انتي هتمشي كتير وبجد بجد هتتعبك قوي لو العباية طويلة، يعني هاتيها على وش الرجل، كده كده هتبقي لابسة شراب فرجلك مش هتكون باينة. طبعا لو انتي هتخرجي بالنهار ومحتاجة صن بلوك او نضارة شمس، برضو الصن بلوك لازم ما يكونش فيه ريحة. هو في صن بلوك من غير ريحة، انا كنت شفت فيديو عن الموضوع ده. انا بالنسبة لي كان العمرتين عاملاهم بالليل، فلا احتجت نضارة شمس ولا صن بلوك، بس لازم تتأكدوا من نقطة ان جميع المنتجات اللي معاكم تكون من غير ريحة. غالبا دي الحاجات بس اللي احتجتها وانا رايحة اعمل عمرة، I مش هتحتاجوا حاجة تانية. في بقى لو يعني انتي مش بتعرفي تدعي او يعني انا واحدة لما باجي ادعي انا بيبقى جوايا حاجات كتير، بس اللحظة كده بسكت، مش ببقى عارفة ادعي. ففي كتب كتير للموضوع ده، وفي كتب اصلا بتشرح العمرة، خطوات العمرة، بتشرح كل حاجة. الصراحة انا مكنتش عاملة كده، انا كنت من قبلها بفترة عشان كنت عارفة ان انا مسافرة، كنت عاملة سيكريت جروب كده على الواتساب ليا لوحدي، وكنت بعت بقى كل ادعية وكل خطوات والمفروض هعمل ايه وهقول ايه. فده اوبشن حلو ممكن تعملوه قبل ما تسافروا. تاني حاجة هكلمكم عليها وانتوا رايحين تعملوا عمرة وبتنوا منين والجو ده. في اللي بيبقوا رايحين على مطار جدة I think ان هما بينوا العمرة من هما في الطيارة. انا مش عارفة الحوار ده عشان انا كنت نازلة المدينة عادي، فواحنا في الطريق في مكان كده بنعدي عليه الميقات، بننوي من هناك، واحنا رايحين في الباص اول ما بنعدي على الميقات ده السواق بيعرفنا وبتقولي لبيك اللهم عمرة عن نفسي، او عن لو انتي بتوهبي العمرة دي لحد تاني، فده المكان اللي احنا بننوي من عنده. لو انتي بقى اصلا يعني يعني هناك في مكة وهتعملي عمرة، فانتي بتنوي من مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة، على يعني مش متذكرة قوي، بس ده مسجد التنعيم ده. بتروحي تصلي ركعتين هناك وبتنوي، بتقولي لبيك اللهم عمرة عن نفسي او عن فلان الفلان. وصلنا عند الحرم الحمد لله. اول ما بتوصلي الساحة من بره طبعا بيبقى الشعور جميل جدا، انت شايفة الدنيا منورة وشايفة الناس وهي لابسة لبس العمرة، وتشوفي اعدادهم ما شاء الله، يعني المنظر لا يوصف الصراحة، وبيبقى شعور حلو قوي، ربنا يكتبه عليكم.
بتبداي تدخلي الساحة، في ناس بتصلي برا. يعني انا لما كنت بروح في وقت غير العمرة كنت بصلي في المكان ده برا. بعد كده بتبداي تدخلي المسجد، بتبداي تشوفي الكعبة من بعيد. انا يعني اول ما لمحت ان خلاص انا دخلت اقرب على الكعبة، قررت ان انا مبصش عليها من بعيد لحد ما اوصل لاقرب مكان ليها واشوفها كاملة. وطبعا في اللحظة دي انت اول ما بتشوفي الكعبة ابواب السماء بتتفتح لك، واول دعوة دايما مستجابة ان شاء الله ان شاء الله. فانت في اللحظة دي مهما رتبتي ان انت انا هدعي دعوة كذا اول ما اشوف الكعبة، سبحان الله يعني انت اول ما بتشوفيها بتلاقي نفسك ممكن تدعي حاجة تانية. مثلا في دعوة معينة في دماغي ونفسي ربنا يحققها لي، خلاص انا مش هدعي غير بيها. اول ما اوصل عند الكعبة، اول ما وصلت وهدت الكعبة قدامك وبتبكي، خلاص انتي اول حاجة ممكن تدعيها ان ربنا يسامحك على تقصيرك او ايا كانت الدعوة بقى. اول حاجة تعمليها انك تحمدي ربنا وتصلي على النبي وتستغفري. بعد كده تبدأي تدعي لنفسك بكل حاجة، وتدعي لحبايبك ولكل الناس، وان شاء الله دعواتك دايما هتكون مستجابة ان شاء الله. خليني بقى اكلمكم عن العمرة بتتعمل ازاي. طبعا بعد ما بتدعي، اول ما بتشوفي الكعبة وبتدعي، هنبدأ بقى العمرة. بنبدأ من عند العلامة الخضراء، بتكون واضحة يعني بتشوفيها. وكل ما بتلفي وتوصلي لحد العلامة الخضراء دي بيكون ده الشوط الأول. تلفي وتروحي عند العلامة الخضراء تاني، ده الشوط التاني، وهكذا لحد ما تخلصي ال7 أشواط بتوع العمرة. أول يعني وانتي داخلة على العلامة الخضراء بتقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل لفة أول ما بتيجي داخلة على العلامة الخضراء لازم بتقولي كده. وبعد العلامة الخضراء على طول في الحجر الأسود بترفعي ايدك اليمين وتكبري، ترفعي ايدك اليمين وتقولي الله أكبر. هي المفروض تتقال مرة واحدة بس. مشاعرك او من عظمة الناس وهي بتلف، من عظمة المكان، وبتلاقي نفسك بترفعي وتكبري كتير من كتر اللي انتي حاساه جواكي. كله بيعمل كده، يعني انتي بتلاقي ان الناس بترفع ايديها وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كذا مرة. فده اول ما بتكوني قدام الحجر الاسود بتبصي عليه وتكبري. بتعملي الخطوات دي في ال7 أشواط، اللي هو انتي عند العلامة الخضراء بتقولي اللي قلناه، وعند الحجر الاسود بتكبري وترفعي ايدك اليمين. وطول ما انتي ماشية بقى، طول ما انتي ماشية بتدعي، هتلاقي اصلا في افواج كتير جنبك يمين وشمال ماشيين بيدعوا. تلاقي نفسك بترددي معاهم شوية، وتلاقي نفسك بتدعي مع نفسك شوية، وبتدعي من مثلا أدعية من الكتب. فاستغلي كل ثانية بانك تدعي لنفسك، تدعي لكل احبابك، تدعي لفلسطين، تدعي لكل الناس. نقطة بقى مهمة جدا جدا جدا، وهي انه الدنيا بتكون زحمة وغصب عن الناس بيخبطوا في بعض او بيزقوا او بيعملوا. فانت لازم يكون خلقك واسع في حاجة زي دي جدا، لان الدنيا بتبقى زحمة جدا. انا افتكر ليلة العمرة بتاعتي، احنا كنا ليلة 27 رجب، كانت ليلة الاسراء والمعراج. الدنيا كانت زحمة بشكل غير طبيعي ما شاء الله، كانت الناس كتير جدا. انا ما كنتش بمشي نهائي، انا كنت بتزق، انا كنت ماشية بالزق فعلا. وما كنتش يعني، كانت الناس بتزق وبتخبط، وكنا بنبقى بنلف في الاشواط بتاعتنا عادي، في المسار الطبيعي بتاعنا عادي. فتلاقي ناس خارجة كده، ناس داخلة كده، وناس جاية من وراك بتزق، وناس بتجري. فأنا بطبعي بتعصب بسرعة، ولو حد عمل حاجة مش حاسة ان هي صح بتضايق. بس في العمرة يعني من الزحام الرهيب، فما ينفعش ان احنا نتضايق من حاجة زي دي، لان ده يعني ده بيحصل بسبب الزحام.
فانا كنت متصالحه جدا مع الموضوع ده، وما كنتش بتعصب ولا اي حاجه، بالعكس يعني لما كان حد بيزقني عشان يعدي خلاص عادي، انا مش مستعجله، انا بلف وبعمل عمره وعايزه ادعي وعادي انا مش مستعجله. فلازم لازم لازم بجد تخلي خلقك واسع في حاجه زي دي، لان ده طبيعي جدا. وطبعا حرام ان احنا نتعصب على حد او نتضايق او يعني يبقى في مشاعر غضب جوانا في مكان زي ده. فدي نقطة مهمة لازم تكونوا عارفينها، ان ده بيحصل طبيعي، وخلوا عندكم هدوء في حاجة زي دي، يعني ما تتضايقوش، خليكم متهاونين مع بعض عادي. خلصنا ال7 أشواط بتوعنا الحمد لله، وخلصنا طواف حوالين الكعبة. بنبدأ نتجه للمسعى الصفا والمروة. الأول احنا بعد ما خلصنا العمرة صلينا ركعتين. مش قادرة افتكر النية بالظبط وقتها، يعني انا ماما كانت قايله لي بس انا حاليا مش فاكره. I think ان هي بتبقى بنية تمام العمرة، او انه نية شكر ربنا ان هو وهبك انك تروح او تزور بيت ربنا. فممكن تشوفوا المعلومة دي عشان بس بنصلي ركعتين بعد العمرة. بنبدأ نتجه للمسعى الصفا والمروة. الشوط الواحد في الصفا والمروة، يعني انت مشيت في الصفا ده شوط، رجعت ده شوط، كده شوط كده شوط، يعني مش واحد رايح جاي ده بيتحسب شوط، لا واحد رايح شوط اللي جاي شوط. وصلنا الصفا والمروة، وصلنا المسعى. في بداية الصفا بنقول الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. وبعد كده بنقول دعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ودي بنقولها 3 مرات. وبعد كده لما بنبدأ في الصفا بنقول: نبدأ بما بدأ الله به. وفي الشوط التاني في المروة مش بنقول الآية، لكن بنقول الدعاء بتاع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. برضو بنقوله 3 مرات. وفي علامة خضراء دي اللي كانت ستنا هاجر بتهرول تحته، وده يعني مفضل للرجالة ان هم بيهرولوا، يعني بيجوا عند العلامة الخضراء دي ويجروا. في ستات بتعمل كده برضو، بس هو يعني غالبا للرجالة بيهرولوا في المكان ده. وطبعا طول ما احنا في الصفا والمروة بندعي، وزي ما قلنا ان المروحة الواحدة بشوط والمجاي بشوط، يعني 7 أشواط بالعدد، يعني 1 2 3 4 5 6 7. طبعا طول ما انت في الصفا والمروة مية زمزم حواليك، افضل اشرب. احنا كنا في كل شوط يعني كل ما بنعدي من جنب مية زمزم لازم بنقف نشرب، فهتشرب مية زمزم كتير جدا. خلصنا الصفا والمروة وصلينا ركعتين وشكرنا ربنا والحمد لله، وكده العمرة تمت على خير الحمد لله، وان شاء الله ربنا يتقبل منكم. في نقطة مهمة هعرفكم عليها، يعني هي تبقى جاية متأخر بس على ما افتكرتها، وهي ان انت يعني قبل ما تروح العمرة بتعمل ايه. طبعا احنا اتفقنا ان اي منتجات بتبقى من غير روايح. اول حاجة على حسب بقى انت يعني قاعد في مكة، اي كان المكان اللي انت فيه، احنا بناخد شاور، بنغتسل تماما. وبعد الاغتسال ممنوع حاجات كتير جدا، ممنوع كل حاجة تقريبا. احنا كنا متفقين ان اي منتجات بتبقى بدون روايح ممنوع اصلا استخدامها بعد الاغتسال، يعني ممنوع انك تحطي اي ميك اب، اي ديودرنت، اي برفيوم، حتى لو مرطب، حتى لو صن اي حاجة ممنوعة. ممنوع تقصي ضوافرك، ممنوع تقصي حتى من شعرك، ممنوع ازالة اي شعر باي طريقة. والمعلومة المهمة اللي نسيت اقولها، انا اسفة لو بنسى حاجات، بس هحاول اقول كل حاجة في الفيديو، فلازم تكملوا الاخر.
انه بعد العمرة بعد ما تخلصوا لازم تقصوا حتة من شعركم. العمرة كده مش هتكون كملت لو ما عملتيش الخطوة دي لازم على الستات وعلى الرجالة بيروحوا يقصروا شعرهم، والستات بتقص حتة من شعرهم، بتجمعي حتى لو حتة صغيرة خالص، بس دي لازم. نرجع للنقطة بتاعتنا انه بعد الاغتسال ممنوع تستخدمي اي منتج، ممنوع تعملي اي حاجة. زي ما اتفقنا بنغتسل وبنلبس ونروح نأدي العمرة على طول ان شاء الله. غالبا دي كل المعلومات اللي تخص العمرة. غالبا مفيش حاجة ازيد من كده، ودي كل الحاجات اللي هتكونوا محتاجينها. خليني بقى اكلمكم عن اهم المزارات اللي تروحوها في المدينة المنورة. اول حاجة هكلمكم عنها وهي مسجد قباء. مسجد قباء الصلاة فيه صلاة ركعتين فيه بعمرة، يعني لو انت صليت ركعتين هناك كأنك عملت عمرة بالظبط، نفس الأجر. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمرة. ومسجد قباء من أجمل المساجد اللي هتشوفوها، وده أول مسجد بني. المسجد ما شاء الله حلو جدا من بره وحلو جدا من جوه، وتخيل انك بتصلي ركعتين كأنك عملت عمرة، فده لازم ولابد انكم تروحوه اكيد. تاني حاجة هكلمكم عنها او هنصحكم انكم تروحوه هو مسجد القبلتين. المسجد ده سمي بمسجد القبلتين لان احنا كانت القبلة عندنا الاول المسجد الاقصى ودلوقتي الكعبة، فالمسجد موجود فيه القبلتين. يعني انتوا لو رحتوا صليتوا هناك هتلاقي القبلتين موجودين، القبلة اللي كانت ناحية المسجد الأقصى والقبلة اللي دلوقتي اللي ناحية الكعبة، فهو عشان كده تسمى مسجد القبلتين. وده من أجمل المساجد اللي ممكن تصلوا فيه برضو، فلازم تروحوه. تالت حاجة هقولكوا عليها وهي السبع مساجد. دي أماكنها موجودة، يعني هي على جبل عالي شوية. دي جنب مسجد الخندق. واللي حصل هناك يعني في المنطقة دي غزوة الخندق. أنا الصراحة ما دخلتش صليت في المسجد ده، بس ده مكان برضو من اللي شفناه من بره السبع مساجد. مش عارفة قصة السبع مساجد قوي، بس هي غالبا ان هي كل مسجد باسم خليفة. هي مش مسجد. غالبا كان يعني مش عارفة القصة بالظبط، فمش هحاول اقول عشان ما اكونش بفتي، مش هندخل في تفاصيلها، بس ده مكان برضو من اللي شفناه. ورحنا كمان عند جبل احد. جبل احد اصلا يعني هو يعتبر لافف على المدينة كلها، هو كبير بشكل ما شاء الله. وفي منه جزء صغير كده كان غزوة احد هناك يعني. وكنا طلعنا فوق شوية على الجبل، طبعا المنظر هناك ما شاء الله. وشفنا هناك برضو جنب جبل احد قبر سيدنا حمزة. المناظر هناك يعني حاجة ما شاء الله ما شاء الله بجد. والحمام هناك حلو قوي. بنقف عند قبر سيدنا حمزة، ندعي له بالرحمة وندعي نفسنا. وبنقف برضو على جبل احد وندعي. وطبعا مش محتاجة اتكلم عن الحرم النبوي. انا اول ما رحت دي اول حاجة رحتها اصلا. الصلاة هناك يعني فيها كمية راحة، سواء في الساحة برا او في المسجد جوه، وقدامك دايما مية زمزم برضو. وما شاء الله الاعداد بتبقى كبيرة، فحاجة تشرح القلب كده. اللي هتكلم عليه بقى هي الروضة الشريفة. الدخول بيكون بحجز عن طريق برنامج نسك، بس انا على ما جيت احجز ما كانش في اماكن، ففي سبيل للدخول من باب 21، بس بيكون في يعني مسافة هي مش كبيرة يعني. كده اصلا حتى لو الستات قريب فبيبقى في ستاير ما بينها وما بين قبر الرسول، بس كنا بنقف على كراسي عشان نشوف وندعي ونسلم على الرسول والصحابة.
ففي سبيل قدامكم انه انتوا لو ما عرفتوش تحجزوا، بس يعني لو هتحجزوا احجزوا قبلها بفترة على برنامج نسك، ابلكيشن بينزل من جوجل بلاي او من الاب ستور عادي. لو ما عرفتوش ففي فرصة ان انتوا تدخلوا من باب 21 ان شاء الله. طبعا لازم بتروحوا تشوفوا القبة الخضراء، والقبة الخضراء دي اللي تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ناحية هناك باب السلام. باب السلام ده من أقدم الحاجات اللي في المسجد، وطبعا يعني من أجمل الحاجات اللي ممكن تكون موجودة يعني في العمارة بتاعتها أو في التصميم بتاعها. وفي هناك بقى يعني بمسافة صغيرة قبور للأنبياء. طبعا بنقف هناك ندعي لهم بالرحمة وندعي لنفسنا ونقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله. ده عند بوابة السلام. أنا دي يعتبر الأماكن اللي روحتها، لأن أنا كنت قاعدة أسبوعين بس، فحاولت أفيدكم كل الحاجات اللي أنا جمعتها هناك أو كل المعلومات اللي عرفتها وكل الأماكن اللي روحتها. طبعا بقى لو هننتقل لنقطة الشوبينج فمفيش أكتر من محلات ومفيش أكتر من مطاعم. جربنا البيك وجربنا التميس، لازم تجربوا التميس يا جماعة. في بيقولوا عليه تميس بالسين وفي بيقولوا عليه تميس بالزي ازاي مش عارفة. بس دي حاجة زي العيش بس بتكون سميكة، يعني هو بيكون واحد كبير وبيكون بريال، يعني لازم تجربوه. لو هنتكلم على نقطة الشوبينج ففعلا مفيش اكتر من محلات، وفي محلات بقى كويسة جدا اللي هو فيها كل حاجة ب3 ريال، في محلات فيها كل حاجة ب5 ريال، في محلات فيها كل حاجة، وكل حاجة بمعنى كل حاجة، هدوم وبيجامات وشوزات وميك اب واكسسوارز وشنط ومش عارف ايه، وشوكولاتات وقهوة وشاي، كل حاجة كان في محلات كل حاجة فيها ب13 ريال. فدي كتير بجد كتير. انا ما عملتش شوبينج في مكة ولا لفيت في مكة للأسف، لان كان الوقت قليل. كان يدوب على ان انا نزلت صليت الصلاة في الحرم وعملت العمرتين، الوقت كان يدوب ورجعت بقى المدينة. المدينة من اجمل الاماكن اللي ممكن حد يروحها في حياته، يعني ما شاء الله كل حاجة فيها حلوة، كل حاجة فيها معنى كل حاجة. ربنا يكتبها لكم جميعا بجد، وربنا يكتبها لي تاني ويكتبها لاخواتي ولاصحابي ولكل حبايبي. حاولت اقول كل المعلومات اللي انا اعرفها، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد وتكونوا استمتعتوا بالفيديو وما نسيتوش. ما اظنش ان حد هيزهق من حاجة زي دي. تاني ربنا يكتبها لكم جميعا وتكونوا استفدتوا، ولو احتجتوا اي حاجة ممكن تسألوني في الكومنتات، ولو هقدر اساعدكم هساعدكم. وبس، بحبكم.